في وجع لما بنسمعه بنحس انه من حد غريب، لكن الوجع الحقيقي لما بيجي من اقرب الناس ليك. انا جدة لبنت جميلة وطيبة اسمها ملك، قلبها مليان حنية اكتر من عمرها، لكن للأسف اللي اتكسر قلبها كانت امها. النهاردة ملك هتحكي لكم حكايتها، مش علشان حد يشفق عليها، لكن علشان البنات اللي زيها يعرفوا انهم مش لوحدهم، وان وجعهم مش غلطهم. القصة، البنت بتحكي وبتقول: رحت اشوف امي، قلبي كان فرحان وكنت مستنية منها كلمة حلوة، حضن يطمني، نظرة حنية. وصلت واتفاجئت انها عايزة تخليني ابات عندها، رغم ان بابا قال لي لا، ورغم اني محجبة ومش مرتاحة، لكنها صممت. ولما قلت لا زعلت وتعصبت ونكدت عليا اليوم كله. وانا واقفة سمعت جوزها بيقول لاخويا الصغير: هناخدك وننقلك المدرسة بتاعتك عندنا وتعيش معانا. اخويا قال: انا عايز بابا وماما. وانا قلبي وقع، صرخت وزعقت ودموعي نزلت: ليه تاخدوا اخويا؟ ليه تبعدوه عني؟ وبعدها ماما قالت الكلمة اللي عمرها ما هتتنسي: انا هاخد هدومكم وهتباتوا عندي. وقلت لها في لحظة غضب: انت خلفتي وعدك معايا وانا مش مرتاحة ومش عايزة ابات معاكي، انا هبات عند تيتا زي ما اتفقنا. ولما لقتني بكلم اخويا جت ماما وقالت: مش عايزة اسمع صوتك تاني. ولما قلت لها انا بكلم اخويا مدت ايديها وضربتني بالقلم على وشي. وبعدها كأنها ما كانتش امي، كأن قلبي وقع من مكانه. لميت هدومي وخدت اخويا وخرجت، قعدت انا واخويا في الشارع حتى انتظر جدتي حتى تأتي من محافظة بعيدة لتاخدني انا واخويا. والموقف الصعب لما قعدنا كلنا وسألها عمها: تختاري مين، جوزك ولا ولادك؟ قالت بكل ثقة بكل طمأنينة وبعدم مراعية لإحساسي أنا وأخويا: هختار جوزي طبعا، من غير تردد، من غير لحظة تفكير فيا أنا وأخويا. وساعتها بس فهمت إن أنا مش غلطانة في البعد، أنا مش جحدة للأسف، أنا موجوعة. وفي النهاية أحب أوصل رسالتي: يا سميرة، أنا بنتك ملك. أنا كنت بحلم بيوم تكوني أمي بجد، تخافي عليا، تحضنيني، تحسي بيا. بس انت اخترتي غيري، اخترتي جوزك، مش قلب بنتك ولا ابنك. ودلوقتي أنا بعدت بس ما قستش، أنا مسامحة بس مش راجعة، أنا هدعيلك بس من بعيد من غير ما أتوجع تاني. واحب اقول لكل الامهات اللي بيخلفوا بس ما بيربوش، وفي بنات وجعهم بيخليهم يكرهوا حياتهم. واحب اوجه هذه الرسالة لكل الامهات. وعلى فكرة دي قصة حقيقية، من فضلكم شيروا الفيديو علشان يوصل لكل الامهات اللي ربنا خلقهم بدون قلب. كانت معاكم جدة ملك، سلام يا حبايبي.